فيك فناننا القدير مرزوق الغامدي، وانطباعك عن المتحف. الله يحفظك. الله يهديك ويعافيك، ولا غريب عليكم الترحيب. المتحف هذا أنا حاضر من البدايات، حاضر تعب الأخ ناصر في هذا العمل. ما شاء الله. كان يبحث عن النوادر، يبحث عن التحف في أماكن تبرسم، يعني ما هو في المنطقة هنا، من كل مكان. صدقت. واللي يعرف قيمة المتاحف يعرف المقتنيات. أحيانا قطعة صغيرة يعني ب2000 وب3 ومتى تلقاها عشان أنت تقتنيها. الأسلحة هذه اللي شفتوها، المقتنيات هذه ترى صعب الحصول عليها. صدقت. هو الحقيقة يعني في البدايات لو سمع كلام الناس وقتها يمكن ما كان يبطل. صحيح. ايش تبغى في المتحف، وش لك، وش هذا. صدقت. لكن الحمد لله اليوم أنا سعيد إني أشوفه بهذا الجمال الذكر، وبدأت تزيد المقتنيات عنده. صدق. الله يوفقك. شكرا لكم على حسن الاستماع. شكرا لك يا ابو عبد الرحمن، يعطيك العافيه. كلمه للفنان مرزوق. والله انا اتشرف فيه، ويعني فعلا واخوياه وهو صديق غالي والله العظيم، ونعزه. وترى مي اول مره يجي، والله انه داعم من اول الداعمين. صدق. يعني حتى من اول ما فتحناه ويدعم بوسائل التواصل، ويدعم رجل نبيل وشريف، والله يحييه. شرفنا. شكرا لك طال عمرك. الفنان مرزوق الغامدي صاحب سناب العرب. الله يحييك طال عمرك. كنا نشتغل مع جاء اخذونا اشتغلنا بمكه مع هيلوكس. لا هيلوكس ما لحقت انا على موضوع المجاود. فترة الحج كان روح معي بدل ما جالس هنا وارع صغير، كنا نركبهم في الحوض. فأتذكر في شخص تركي أعتقد تجادلت معاه كثير، لما رجعت للباقي لا 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 لا، اخيرا نزلته. قلت له عمي شو هذا مرخص؟ قال ايه اخر. رحنا يوم وصلنا وبدأنا نحسب، حنا كنا نتوقع ان الرجل اعطانا 50، طلع الرجل معطينا 100. فهي كانت توها نازله وحفظت توها نازله. فحسينا بالذنب انه الرجل يعني خذينا فلوس. قال عمي تفتكر ايش تجيب؟ كثير اذا كان احنا وقتها وين. انا واحد جاني هنا قال جابت لي 4 طليان، طبعا ما لحقنا. ما هذا يقصد ال 100 مي هذه. لا ال 100 اللي قبلها. لا هذه من 300 قبل. يعطيكم العافيه. ابو سفر الفنان القدير مرزوق، الفنان عبد الله الحيان، شرفتونا في متحف ناصر الفيان بالعطاوله، ونقول مرحبا هيل عد السيل، وشعار الباحه تراث وسياحه. الله يحييكم طال عمرك. الله يعطيك العافيه ابو عبد الرحمن. تسلم من بعدك، الله يطول عمرك. يحييكم. يا مرحبا يا مرحبا. الله يحييكم. الله يحييكم. يا مرحبا يا مرحبا. يلا تفضلي. واليوم كنت تقولي يا نفسي انك سعيدة، يشهد على صدق قولي دقات قلبي الجديدة. سلمت، يعطيك العافية. شو اسمك؟ حور بنت علي. انت وينك الآن؟ في أي متحف؟ في متحف ناصر الفيان بل عطاولة. الله يعطيك العافية، يحييك، شرفتي. هذا مين؟ انت شرفت نور. الله يعطيك العافية. ما شاء الله تبارك. هذا عبد الرحمن بن ناصر الفيان. هذه الأميرة والبطلة والشاطرة اللي شرفتنا اليوم. شو اسمك؟ حور بنت علي. ما شاء الله. الله يحفظك. الله يعطيك العافية. يعطيكم العافية. أبو سفر الفنان القدير مرزوق، الفنان عبد الله الحيان، شرفتونا في متحف ناصر الفيان بالعطاولة، ونقول مرحبا هيل عد السيل، وشعار الباحة تراث وسياحة. الله يحييكم طال عمرك. الله يعطيك العافية أبو عبد الرحمن. تسلم من بعدك، الله يطول عمرك.